السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الكشري المصري على أصوله ألذ من المحلات بكتير بكتير، والكشري وصل يا ناس يا عسل. استعدوا هتاكلوا أحلى طبق كشري، أحلى من المحلات وألذ من المحلات بكتير قوي. أحلى طريقة للكشري وأسهل طريقة لعمل الكشري. هتجيبي من كل حاجة ب5 جنيه بس، وهتعملي يعني ربنا بيبارك فيه، لا تتخيلي ربنا بيبارك فيه قوي وبيزيد وبيبقى بيدي كميات كويسة قوي. يعني هتجيبي من كل حاجة 5 جنيه بس، هتعملي كمية كبيرة قوي ممكن تكفي عيلة وتوكل عيلة بالكامل. وسبحان الله ربنا بيبارك فيه قوي، بيبقى كتير ولذيذ وجميل، وكلنا طبعا بنعشق الكشري. أحلى طبق كشري هتاكليه معايا بجد. جربي طريقتي روعة قوي وهتحبيها إن شاء الله. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك ونفعل الجرس عشان كل حاجة بعملها أول بأول توصلكم. وفي علامة جرس كده نضغط على الكل عشان كل اشعارات فيديوهاتي توصلكم. الناس اللي بتقول الاشعارات ما بتوصلناش. معايا كيلو من البصل هنا، انا غسلاه طبعا ومقشراه كويس قوي. وبتجيبي بقى اللي هي القطاعه بتاعت الشيبسي، او مكنه اللي هي بتبقى في مكنه تقطيع الخضروات دي. يستحسن تشتغلي بيها، يعني تقطعي بيها عشان بيدي شرايح، يعني بتكون رقيقه قوي احسن من احسن ما تقطعي بايدك. لو ما عندكيش هتقطعي بايدك زي ما شفتي كده. لو ما عندكيش هتقطعي بالسكينه بايدك، بس على ايه؟ يعني هتحاولي ترققي الايه الشريحه بتاعت البصل شويه. هتحاولي يعني تخليها رقيقه شويه معاكي على قد ما تقدري طبعا، على قد ما تقدري. هو كل ما عملتيه تقطيع آلة تقطيع الشيبسي يعني بيكون أحسن، وبيكون مدي يعني آه، رقيق، بيكون رقيق شويه في التقطيع. ما عندكيش خلاص اشتغلي بالموجود عندك وخلاص. عندنا البصل هنا انا قطعت كيلو زي ما قلت لك، ورحت ضايفه عليه معلقتين من السكر. معلقتين من السكر ضفتهم، ورحت جايبه معلقتين كبار من النشا، طبعا معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من النشا. ورحت مقلبه كله في بعضه كده كويس قوي. وبنبدا بالبصل ليه يا حبايبي؟ بنبدا بالبصل عشان البصل هناخد الزيت بتاعه، بياخد زيت كميه زيت كبيره جدا في القليان، فهناخد الزيت بتاعه نشتغل بيه في الكشري كله ان شاء الله. اللي حطيت الطاسه كبيره كده على النار، وحطيت زيت، وحطيت البصل. اول ما تحطيه ما تقلبهوش خالص. اول ما يبدا يحمر معاكي كده بحرف المعلقه او الحاجه اللي بتقلبي بيها في ايدك، وتقلبي بالراحه كده بسيط، تقليب بسيط. انا اضطريت اقلب لان الزيت غالي جدا زي انتم فاهمين، فما رضيتش افضي، صعب عليا افضي الازازه كلها بصراحه، يعني فضيت نص الازازه بس. ف لو حطيتيه في يعني زيت غزير قوي، ما تقلبيش خالص هيحمر معاكي. بس انا بدأ يحمر معايا من تحت ومن الجناب، ولقيته ما ايه، ما احمرش من النص. اول ما يحمر معاكي او يبدأ يصفر كده، ياخد اللون المكرمل بتاع السكر ده، اللون الذهبي الجميل ده، بتخرجي. ما تسيبهوش لما يغمق معاكي او ياخد اللون كامل، لانه لو اخد اللون كامل معاكي بيغمق اكتر لما بتخرجيه. فخرجيه هو لسه مدي على بياض، يعني مش اصفر قوي، او مش مكرمل قوي يعني. ورحت جايبه بقى جنبيه كده بقى، جايبه حله وحاطه فيها معلقه زبده على شويه زيت برضو من بتاع تحمير البصل. ورحت حاطه كيس من الشعريه، و او ب5 جنيه شعريه، زي ما قلنا 5 جنيه شعريه كويس قوي. وانا جايبه اكياس اللي هي الصغيره دي يعني. ورحت محمراه تحميره كويسه كده لغايه ما اخد اللون معانا، اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وكنت غاسله كوبايتين رز جنبيه ومصفياهم. ونزلت بالرز. الرز لازم تديله تشميعه كويسه قوي عشان يبقى الحبايه بحبايتها كده معاكي، ما يبقاش معجون. وفي تكه كده بحب اضيفها على الرز بالشعريه اللي بعمله دايما، احط له نص معلقه فلفل اسود كده واحمره بيهم، يعني اشوحها معاه يعني، فبتدي طعم وريحه جميله قوي للرز بالشعريه. بحب اعمله دايما كده، يعني التكه دي بتفرق يعني في تكات بسيطه كده يا جماعه بتعملوها في الحاجه، بتدي طعم حلو قوي معاكم. بتبقى حاجات بسيطه قوي بس بتدي طعم حلو معاك. بتشمعي الرز، يعني بتشوحي الرز تشويحه كويسه قوي لغايه الرز ما يتغلف بالسمنه بتاعتنا، لغايه ما ياخد حقه كده وتحسي ان هو اتغلف كويس قوي كده. تروحي حاطه بقى الملح بتاعك، هتظبطي الملح زي ما انت عايزه، ونازله بالميه المغليه. الميه بالكتل على طول، او غليتي شويه ميه جنبيكي على البوتاجاز، وبنغطيه يا دوبك وبنسيبه على النار، وبنهدي عليه النار لغايه ما يستوي معانا. وهوريهولكوا دلوقتي لما يستوي. ورحت جايبه بقى ايه، صينيه كده او طاسه، ورحت حاطه فيها بصله مقطعاها كده
يعني قطع صغيرة مكعبات. أنا هعمل هنا بقى الإيه، هعمل هنا الصلصة بتاعة الكشري. الصلصة بتاعة الكشري قطعت البصلة حمرتها لغاية ما احمرت معايا تحمير خفيف كده يعني، ورحت ضايفة معلقة من الثوم المفروم عليها، وبرضو شوحتها، وضفت حباية من الفلفل الأحمر على حباية من الفلفل الأخضر على حباية حامية، يعني 2 باردين على واحدة حامية، بتدي طعم حلو قوي، بتدي طعم سبايسي خفيف كده، بيبقى طعمه روعة قوي. ورحت ضيفاها على البصل والثوم، ومديها تشويحة برضو زي ما انتوا شايفين كده. بتشوحي كل حاجة بتنزلي بيها في الكشري. التكات دي بسيطة قوي بس بتدي فرق في الطعم يعني غريب بجد، يعني بتدي فرق في الطعم حلو قوي. تكة كمان بحب انزل بقى بالصلصة بتاعتي، اديها تشويحة كده على البصل، تشويحة مع النار كده، تشوحيها مع الدهن اللي انت ضايفاه او السمنة. والتكة دي بتخليها المواد الغذائية، المادة الحافظة اللي فيها تخرج منها، والحموضة بتاعتها تروح منها، فكأنك بتبقي عاملاها طازة فورا، فبتدي الطعم الطماطم الطازة العادية يعني. التكة دي حلوة قوي. بشوح بقى تشويحة كويسة قوي كده، ونزلت طبعا بمعلقتين او 3 كبار من الخل، ورحت نازلة على التسبيكة بتاعتي او الخلطة بتاعتي دي بقى، ورحت ضايفة ايه، كنت ضربة شفشق بالخلاط من الطماطم، ضرباه. ما تصفيش الطماطم يا حبيبتي، في المحلات الكبيرة بيقطعوا طماطم قطع صغيرة ويعملوها مع التسبيكة عشان تبقى تخينة، فاضربيها وخليها بايه عشان تبقى تخينة معاكي، عشان تبقى لفة كده وتخينة. ما تصفيهاش، معظم الناس بتصفيها، لا ما تصفيهاش، ضيفيها زي ما هي كده، هتبقى تقيلة معاكي كده وهتدي قوام حلو. ضفت بقى البهارات بتاعتي، بابريكا، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، كمون، 7 بهارات. ضفت كمان بهارات لحمة بحب اضيفها قوي في الكشري، بتدي طعم حلو قوي قوي يعني. وقلبت كله في بعضه تقليبه كويسة قوي، وبسيب بقى التسبيكة بتاعتي لغاية ما يعني تظبط معايا. وضفت معلقة من السكر طبعا، سبت التسبيكه بقى لغايه ما خدت معايا اللون زي ما انتم شايفين. التسبيكه اخدت معايا اللون، ورحت حاطه جنبيه كده حله صغيره، حاطه فيها العدس اللي هو الاسمر بتاعي، وحاطه عليه معلقه كمون عشان ما يبلوش ريحه، ورحت حاطه برضو الحمص برضو في طاسه كده او كسرولة صغيره او حله، وعلى النار سلقاهم جنبيه وحطاهم على الحله جنبيه. الرز هنا بديله تقليبه، لازم الرز بشعريه ده لما تعمليه تديله تقليبه كده في النص، وتسيب هديه عليه النار طبعا، وسايباه لما يستوي. ورحت حاطه بقى جنبيه ايه كده، عملنا الرز وعملنا الحمص وعملنا العدس وعملنا التسبيكه بتاعه الكشري الجميل بتاعنا، وقلينا البصل. يبقى هناخد ايه، هناخد بقى نحط بقى اخر حاجه نعملها المكرونه حطيت نص حله من الميه كده، وحطيت فيها معلقه ملح ومعلقه زيت، ورحت ايه نازله لما الميه غليت، نزلت بكيس الايه، اكياس من الصغيره، انا جايبه اكياس من الصغيره، ممكن انت تجيبي ب5 جنيه من كل حاجه. ورحت نازله المكرونه من الصغيره اللي هي المرمريه. والسباكيتي بقى ايه، رحت مقطعاها يعني على 3، ممكن تقطعيها على 4 زي ما انت عايزه، وبتحطيها بقى بتقلبي كله في بعضه كويس قوي عشان ما تبقاش متساويه، فما تلزقش في بعضها في السليق. وسبتها لما تتسلق، وبعد ما اتسلقت صفيتها في مصفى، ما تنزليش عليها ميه من بتاعه الحنفيه بارده، لا صفيها في ميه، صفيها بمصفى. اخر حاجه المكرونه، ورحنا رايحين على الرخامه كده اعمل بقى الدقه بتاعه الكشري بتاعي. حطيت كوبايتين من الميه، وحطيت عليهم نص ربع كوبايه من الخل، وحطيت معلقه من الثوم المفروم، وحطيت كزبره ناشفه وكمون، وقلبت كله في بعضه. وليمونه بقى في الاخر، عصرت ليمونه كبيره كده، لو الليمون صغير هتعصري ليمونتين، لان الليمون مطلوب قوي هنا في الدقه اهم حاجه. وقلبت كله في بعضه، وعملت بوله واسعه كبيره كده، عملت كميه من الدقه حلوه قوي عشان تكفي وتفيض كمان. ممكن تضيفي على الدقه دي على فكره معلقه من التسبيكه، كبشه من التسبيكه، وتحطي فيها حمص فيبقى حمص الشام معاكي. ورحت جايبه بقى العدس بعد ما سلقته اللهم صل على سيدنا محمد، والحمص، ورحت ضايفه عليه كبشه من الزيت بتاع قليه البصل، بيديله طعم وبيديله لمعه حلوه قوي. ورحت رايحه بقى اعمل الشطه معاكم. الشطه بلاش تقلي، بلاش تحمريها، الناس اللي بتشوحها دي بتبقى نار، ما تشوحيهاش ابدا. الشطه العاديه اللي هي المفرومه الحمراء دي، بتحطي نص معلقه او معلقه على حسب ما تحبي، وبتحطي كبشه من الزيت بتاع البصل اللي احنا شغالين بيه، ومعلقه من الثوم المفروم، ومعلقه وكبشه من التسبيكه. وبتضيفي بقى ايه
كله في بعضه كده، بتقلبي كله في بعضه كده، بتدي معاكي الشطه بتاعتنا. الشطه طالعه روعه معايا. طبعا بتظبطي الملح بتاعك معاها، بتحطي الملح بتاعك وبتظبطيه معاها، وهي طبعا التسبيكه واخده معانا البهارات كلها. بنيجي بقى بوريكم الرز شوفوا طالع معايا، مش لازم مع انه في حله المونيوم. الرز مش لازق خالص، انا وريته لكم في الاول وطالع تحفه ومفرفر معايا وطالع الحبايه بحبايتها كده وتحفه. وبغرف بقى، بجيب طبق كبير كده وبغرف، انا بغرف قدامكم كده، لكن ولادي طبعا بياخدوا كل واحد في طبق وما بيحبوش ياكلوا الكشري جماعي كده خالص. لا الكشري نقعد مع بعض وكل حاجه، بس كل واحد في طبقه يعني، كل واحد يحب ينفرد في الطبق بتاعه. بجيب الطبق بتاعي كده، غرفت الرز وبعدين بغرف المكرونه بحاول اعمله رقات كده يعني عشان التقديم برضو يبقى شكله حلو، العين بتاكل قبل البق. ف وحطيت بقى رقه من المكرونه ورقه من الحمص ورقه كمان من العدس بتاعنا اللي احنا سلقناه. العدس لما بتضيفي له معلقه كمون وانت بتسلقيه ما بيبقالوش ريحه خالص، الريحه اللي بتشميها دي ما بتبقاش موجوده خالص في العدس. والعدس ده كله فوائد، الكشري كله فوائد يا جماعه. الكشري شوفوا كام القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا يعني، بتاكلي حاجه قيمتها الغذائيه عاليه جدا وفي نفس الوقت ما تعملكيش يعني لا دهون ولا تعمل لك حاجه تزعلك في جسمك خالص، بالعكس. الكشري المصري بجد روعه روعه يعني، ابو الاتيكيت وابو الجمال وابو اللذاذه والطعام والحاجات المصريه الخفيفه الجميله دي. احنا كلنا بندور دلوقتي على التخسيس وعلى السمنه وعلى الحاجات دي كلها، لا ده تاكليه بقى وما تقلقيش يعني، كلي وكلي واطلبي زياده كمان. وضفت بقى البصل بتاعي كده على الجناب. بحاول ادي شكل للطبق وبضيف طبقه كمان من المكرونه. وبجيب بقى الحمص ارصه بشكل كده متساوي كده على الجناب بتاعه الطبق عشان برضو ندي شكل للطبق بتاعنا. بجد بجد يعني الكشري يعني لو ضفتيه باي طريقه او غرفتيه باي طريقه هو جميل، هو جميل فعلا يعني. فبعمل كده برضو وريكي طريقه الغرف عشان تبقى عارفه الطريقه، برضو لو حبيتي تقدميه بطريقه كويسه. وبضيف برضو يعني بحاول احط شويه من الحمص هنا كده وشويه كده عشان ادي شكل للطبق زي ما قلت لك. وبتضيفيه بقى وبتغرفيه بالطريقه اللي تناسبك وبالطريقه اللي تحبيها، بس بجد طالع معايا روعه. ورحت ضايفه بقى يعني كبشه من التسبيكه. انا طبعا هقدم معاها التسبيكه في طبق، وهقدم الدقه في طبق، وهقدم الشطه في طبق. يعني بجد يعني هتعملي حاجه يعني روعه، احلى من المحلات بكتير. الكشري المصري على اصوله اجمل من المحلات بكتير يا جماعه، وبجد بجد طالع معايا روعه. ودوقوه جربوه بحاجه بجد ما حصلتش. لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.